النهارده هنعمل الزلابيه بمقادير مظبوطه جدا، هتخلي الزلابيه مقرمشه من بره وفاضيه من جوه. شكلها هيطلع مظبوط زي اللي احنا بنجيبها من بره، ما فيهاش اشكال غريبه كده. هقولك على مكون كده في ناس كتير بتحطه هو اللي بيخليها مش مظبوطه في الشكل خالص. ان شاء الله هتبقى مظبوطه معاكي، والمقادير هتعتمديها على طول ان شاء الله. المقادير معايا: 2 كوبايه من الدقيق، معلقه كبيره من الكاستر، معلقه كبيره من السكر، فانيليا حوالي 3 جرام، يعني 3 اكياس فانيليا، معلقتين كبار من الزيت، باكت من الخميرة يعني معلقة كبيرة. المكون بقى اللي انا بحطه على طول في الزلابية: معلقة كبيرة من الحليب البودر بيخلي طعمه حلو قوي، وكوباية وربع من المية الدافية. انا دلوقتي هحط المواد الجافة الاول مع بعض. حطيت الدقيق، معلقة كبيرة من الحليب البودر، دي خطوة اختيارية، ممكن تشيليه خالص مفيش مشكلة، بس بيدي طعم للعجينة حلوة قوي. معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، والفانيليا، معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من الكاسترد. طبعا لو مش متوافر عندك كاسترد هتحطي بدلها معلقة كبيرة من النشا، بس الكاستر بيديها لون اصفر وذهبي حلو قوي كده في التحمير، وبيخليها طعمها حلو قوي. وهحط حبة من الملح صغيرين. هخلط بقى المواد الجافة دي الاول مع بعض، وبعد كده هنزل بالمية. المقدار بتاع المية مظبوط جدا، هي كوباية وربع بس احنا ممكن نزود حاجة بسيطة زي معلقة او معلقتين على حسب ما هنشوف دلوقتي العجينة هتاخد معانا قد ايه. ما نزودش ولا نقلل، لان المقدار ده انا مجرباه كذا مرة هو مظبوط زي ما انا بعمل معاكم كده. حتى لو الدقيق نوعه مختلف مش هياخد برضو غير الكوباية وربع بالظبط، او هياخد حاجة زيادة بسيطة. هوريكم برضو سمك العجينة هيبقى عامل ازاي، علشان تبقي عارفة ان انتي خلاص ما تزوديش مية تاني. بتقلبي كده وتخلي كل المكونات تختلط مع بعضها كويس. بصوا دلوقتي سمك العجينة عامل ازاي، هو عايز حاجة بسيطة جدا من المية. هحط الاول الزيت، بعد كده هشوف هي تبقى عايزة مية قد ايه. هحط معلقتين كبار من الزيت، هقلب الاول وبعد كده هشوف محتاجة ولا لا. احنا العجينة مش عايزينها تقيلة قوي ولا خفيفة، هي كده هتاخد مني معلقة كبيرة. هي كده اتظبطت، مش محتاجة مية خلاص تاني. شايفين السمك دلوقتي عامل ازاي؟ انا عايزاه بالمنظر ده كده. خلاص انا كده مش هزود اي مية تاني، مقدار المية اللي قلتلكوا عليه مظبوط جدا. هقلبها بقى كويس جدا جدا، ولازم نسيبها تخمر مدة كويسة لحد ما حجمها يتضاعف وتعمل فقاقيع كده في العجينة، هوريها لكم هتبقى عاملة ازاي. بعد كده هنشتغل فيها. اغطيها بقى باكياس، باي ستريتش عندك اي حاجة، وتغطيها كويس، وتسيبيها تخمر مدة كويسة، وتغطيها باي فوطة عندك. كده العجينة بعد ما اختمرت معايا بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين، لازم نحطها طبعا في بولة كبيرة علشان تختمر براحتها. عملت الفقاعات اللي انا قلتلكوا عليها. لازم نسيبها تختمر مدة كبيرة، يعني من نص ساعة لساعة الا ربع، حتى لو احنا في الشتاء هتختمر بسرعة. بعد كده هفضي الهواء منها كده واخرج منها كل الهواء.
ما ينفعش وهي خمرانة اروح احمرها على طول، لازم انزل منها الهواء الاول. بعد كده بقى هبتدي اجهز الزيت. طبعا بنحط في الطاسة كده كمية حلوة من الزيت. انا عارفة ان الزيت غالي، بس احنا هنستخدم اكيد الزيت ده تاني. هنحط كمية كده كويسة من الزيت علشان ما ينفعش احمرها في زيت قليل. طبعا بسيب الزيت يسخن شوية، بس انا لما باجي انزل الزلابية فيه مش بيبقى الزيت سخن، لان انا لو خليت الزيت سخن هتحمر معايا، وانا مش عايزة كده. انا عايزاه يبقى سخن حاجة بسيطة، زي ما انتوا هتشوفوا كده الزلابية وهي نازلة فيها هتبقى عاملة ازاي. انا شلت العجينة وحطيتها في بولة اصغر شوية عشان اعرف اشتغل. وجنبي كده بولة صغيرة فيها زيت مش مية، علشان الزيت هينزل منك العجينة على طول في الزيت. بايدينا كده بنطلع العجينة شبه الكورة، وناخد بالمعلقة. كل لما ناخد بالمعلقة بنحطها في الزيت. طبعا المية بتخلي العجينة تلزق في المعلقة، فما ينفعش احط مية او احط زيت. طبعا الحاجة برضو اللي بتخلي لك شكل الزلابية مش مظبوط وبتخلي فيها اشكال غريبة، ان احنا بنحط بيكنج باودر، على اساس ان البيكنج باودر هيخليها يعني مفرغة من جوه وناشفة من بره او مقرمشة. البيكنج باودر مش حلو، انا ما حطيتوش في العجينة خالص. وما بحطش كمية كبيرة في الزيت، انا بحط كمية قليلة عشان اعرف اقلبها بالمنظر ده وما سيبهاش، اقلبها باستمرار. اول مرة بنطلع الزلابية باللون اللي انتوا شايفينه ده، بيبقى لونها فاتح، لان احنا مش بنحمرها على مرة واحدة. بصوا كده، كل مرة بحط المعلقة لازم احطها في الزيت، واطلع بايديا كده كأنها هتطلع لي شكل الكورة. وانتي بتحطي في الزيت تحطيهم بعيد عن بعض. بصوا انا ما بحطش في الطاسة كمية كبيرة خالص. اقلبها كده كويس، ولو حسيتي ان الزيت سخن منك وطي على طول النار. الكاستر اللي احنا حطيناه هو اللي مخلي لون الزلابية باللون اللي انتوا شايفينه ده. طبعا عشان الزلابية تطلع معاكي مقرمشة بنحمرها على مرتين، دي اول مرة، وهوريكم تاني مرة هنعمل ايه. بس انا مش عايزة اجرلكم الحتة دي في الفيديو علشان تشوفي انا بشكلها ازاي، وعشان تطلع معاكي بالشكل المظبوط ده. اهم حاجة ما نحطش كتير في الطاسة، تبقى كميتها قليلة، ونقلب باستمرار كده. بعد ما الكمية كلها خلصت معايا، بصوا شكلها مظبوط جدا. بصوا من جوه عاملة ازاي، طرية جدا ومفرغة من جوه، فيها فراغات كتيرة، العجينة مش مكتومة. طبعا كده انا سبت الزيت يهدى خالص. بعد كده شغلت عليه النار تاني، برضو ما ننزلش الزلابية في زيت سخن قوي، يبقى وسط. واحط بقى حبة كده كويسين. دي تاني مرة للزلابية ان احنا حطيناها في الزيت، هي دي اللي بتديني القرمشة المظبوطة من بره. ما ينفعش احمرها مرة واحدة، هتطرى منك ومش هتبقى حلوة. اقلب بقى كويس جدا عشان تاخد اللون الذهبي من كل حتة. ما سيبهاش كده في الزيت واسيبها واقول هي هتتحمر، انا اقلب على طول باستمرار. وبصوا شكلها مظبوط ازاي، وزي اللي احنا بنجيبها من بره كمان. اهم حاجة ما نجيبش معلقة كبيرة وناخد بيها، اصغر معلقة عندك تعملي بيها، لان هي كده كده حجمها بيكبر في الزيت. ونقلب فيها كويس كده. لونها طبعا جميل، الكاستر اللي احنا حطيناه بيخلي لونها حلو قوي، وطعمها كمان بيبقى حلو. طبعا لو مش متوافر عندك النشا هيبقى كويس وكل حاجة، بس انا بقولك ان الكاستر بيخليها حلوة قوي. انا جربتها بالكاستر وجربتها بالنشا، الكاستر النتيجة بتاعته احلى. افضل اقلب فيها كده كويس لحد ما تاخد اللون الذهبي بتاعها. انا عايزه اقول لكم ان هي مقرمشه جدا من بره وطريه ومفرغه من جوه. بتقعد مده كبيره مقرمشه، ما بتطراش ابدا، زي ما انتوا هتشوفوها كده دلوقتي. بصفيها كويس من الزيت.
برضو في حاجة نسيت اقول لكم عليها، ان احنا اول مرة لما بنيجي نطلعها من الزيت وهي لونها بيبقى فاتح كده، زي ما انا بحطها دي، اول مرة ما بحطش، يعني لما باجي اطلعها من الزيت ما بحطهمش فوق بعض، لازم يبقوا جنب بعض كده زي ما انتوا كنتوا شايفينها محطوطة ازاي في الطبق. فما بخليهاش فوق بعضها، بخليها كده جنب بعض علشان شكلها ما يتغيرش، يفضل شكلها مدور زي ما هي. انا نسيت اقول لكم على الحتة دي، لازم تخلي بالكم. برضو لما بنيجي نطلعها برضو تاني مرة من الزيت ما نخليهاش فوق بعضها، علشان السخونية ما تخليهاش تطرى، نخليها كده جنب بعضها وما تبقاش فوق بعضها. ونخلي بالنا من البيكنج باودر زي ما انا قلت لكم، ما نحطش بيكنج باودر ابدا في العجينة. هخلص بقى بقية الكمية كلها وبعد كده هنشوف هنزينها ازاي. انا كده خلصت كل الكمية زي ما انتوا شايفين. بصوا ما بحطهاش فوق بعضها، اهم حاجة ما نحطهاش فوق بعض. بصوا بقى القرمشة بتاعتها عاملة ازاي. زي ما انتوا سمعتوا مقرمشة طبعا ازاي، مقرمشة جدا من بره ومن جوه مفرغة، ما فيهاش اي عجين خالص. المقادير اللي انا قلتها مظبوطة جدا. ما نزودش اهم حاجة من السوائل، المقدار اللي انا قلت عليه من المية هو ده، ما نزودش عنه كوباية وربع، من كوباية وربع، وهنزود معلقة كبيرة، يعني مش هنزود اكتر من كده. طبعا احنا مش بنزينها وهي سخنة، بنسيبها تبرد شوية. بعد كده بقى بتحطي اي حاجة انت تحبيها، شوكولاتة غامقة، شوكولاتة بيضة، زبدة لوتس، عسل ابيض، سكر بودر، اللي تحبيه زيني بيه. طبعا لو هتحطي بقى هتحطيها في شربات، اللي هو الشربات اللي هو بتاع الجلاش وبتاع الكنافة. مش بيبقى الشربات تقيل قوي، برضو بيبقى خفيف شوية. اهم حاجة لما تحطيها في الشربات بتخليها كده تاخد الشربات، وبعد كده تصفيها كويس جدا، الشربات بقى الزيادة ينزل علشان ما تطرش معاكي بسرعة. انا حطيت دلوقتي مكسرات، اي نوع مكسرات عندك، فستق، لوز، ممكن اللي هو السوداني، اي حاجة تحطيها يبقى طعمها حلو قوي. وبحس ان العسل الابيض بيبقى اخف من الشربات، برضو بحط حاجة بسيطة. هحط برضو من على الوش كده مكسرات. دي زبدة لوتس، هي مسكت طبعا شوية علشان احنا في الجو ساقعة. هفكها كده في الميكروويف، وبعد كده هرجع احطها تاني. انا حطيت شوية من المكسرات برضو عليها. زبدة اللوتس فكت معايا اهي. هبتدي احطها برضو كده. طبعا طعم الزلابية حلو قوي بيها. زي ما قلت لك قبل كده، في انواع مصري سعرها حلوة جدا وطعمها كمان حلو، لان طبعا اللي هي المستوردة اللي هي الاصلية غالية جدا. بس لو جربتي الزلابية باللوتس طعمها حلو قوي. هحط بقى سكر بودر. برضو السكر بيبقى طعمه حلو قوي وخفيفة، بتبقى الزلابية كده طعمها خفيف قوي. ما بحطش كده، يعني ما بحطش حبة كتير، حاجة بسيطة كده من فوق.
عايزه اقولك ان هي طعمها حلوه جدا. جربوا الوصفه اللي انا قلت لكم عليها دي، المقادير مظبوطه جدا، هتعجبكم ان شاء الله وهتظبط معاكم. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.